درم النوخن خزيان مخوب برتغ زيلا أو فاصل وهدي بتهمزمخ بوش زودا بوت أو مرة دخ أو يرخى كل أكتوبر الوردي همزومة بوديو أونت إلى مرض سرطان الثدي ودخيخ مدخولة بوت التوعية وبتاويلا بوش زودا أو يرخى كل تبقياثة من برصوبة أخصائيين بتهمزمخ بوش زودا بوت توعية قد هما شهاوة أو من دي قبالا لبس أختي يرخت أكتوبر الوردي فبوش زودة بخزخ جو دوت تشرار خزيان مخبة وبتهاويلا أرخته من أينت إلى دكتورة نميار عيسى حسن بتهمزمخ منه بوش زودة بت أو ممنوعة. صباح الخير دكتورة نميار. أهلا وسهلا. صباح الخير دكتورة. صباح الخير، أهلا وسهلا بكم. شكرا جزيلا اليوم أخذنا من وقتك ونحكي أكثر عن تفاصيل مرض سرطان الثدي اللي هو شهر التوعية، شهر أكتوبر الوردي. أكيد. أهلا وسهلا بكم. طبعا كلش أحب هاي الفرصة أنه حتى نوعي الناس أكثر ونوعي نسائنا. أكيد. لأن هم أساس المجتمع. أكيد. يعني فإن شاء الله نقدر نفيدهم بمعلومة بسيطة جدا ونقدم لهم في شيء نصيحة حلوة. إن شاء الله. نشوف هذا التقرير سوا دكتورة ونرجع مرة ثانية. إن شاء الله. سرطان اتخذيا إلى خا من سرطان بايشجو كوراثة تخذيا نشي وهاوي أتشا بوش بريسا جو نشي جو تيول وذيتا أبي بكيرتا إلى من أن قيواثة سمسامي والبوذ مطكستا تدخل معنا تيوليتا بيشي طبي بآها مرعى كل تري ينتري وبلقي مليون برصوبي جو شيتا وهر هادخ بيشي طبي أبي وبدخري إلا بصورتا بشبا صورتا من نشي خوشي سبابت سرطان بيرتوثة من آواهي ساما زودة ونشت اتلي مرعى مع ودي الطبيتة بنوني ويرتوثة طبيتة مرعى إلى بعورتة شنة ساما زودة وبريشايث بعورتة خمشي شنة وهر هادخ إيث سبابي خينة وعلاثة مغدورة وشمينوثة بغرة وشتيثة جغاري وهر هادخ شتيثة كخلة وبريشايث مغدورة كهاوي لا نقدة من أرخاثة بشطاوي قانطرتا على الخيوثة خلمانيتا وطوتا إلى أصلي طيوثة أبطوكاسة وهر هادخ خلت دمي خلتا مطوكستا وشويو ثانيتا ومبصرتا من شتيثة كخلة وجغاري وهر هادخ قيامتا بصخصيتا أمينتا كل خامثخا من زونا أخ كل اشتاير خيقاطوسة وبريشايث صخصيتا تخذيا الماموغرام هاود معود على غزيته بكيروثة وكل شخلابة كهاوي قاوي غزيته بكيروثة إلى من أن قيواثة إلى غذابا سعته أن قيت رابا ومزيدة من فرستة نصيخوثة وسمسامة وما بصرة من قنطاء مرعى عيروثة نشي بمردوثة سرطان خذية إلى خمن أن قيواثة رابقة مبصرتها من قنطة وغزيته بكيرتا وما رمتها من فرستة سمسامة وكنيواثة درخقتها منه كاد سخصيته دورتنيته أخذ متخرن إلى رابا أن قيته رجعنا مرة ثانية أعزائنا المشاهدين ونبدي حديثنا المشوق أكيد ونستفيد من معلومات حضرتك دكتورة. بداية نحب نعرف إحنا والمشاهدين عن ما هو سرطان الثدي بصورة عامة، ممكن تعرفينا؟ نعم، سرطان الثدي هو يصير خلل في تكاثر ونمو خلايا الأنسجة والأقنية للثدي. طبعا ممكن تكون نتيجة تعرض الأشعة، أوكي، ممكن نتيجة لتعرض مواد كيميائية، ممكن نتيجة ل هرمونات بدون استشارة طبيب، اوكي، اكيد اكو اعراض طبعا، واكو طبعا هواي من عندها ممكن انه هو يعني الانسان لازم يتوخى الحذر من عندها، اوكي، هذا نذكره في الاسباب، يعني اسباب حدوث السرطان. اكيد ما دام بدينا بالاسباب دكتورة، نعم. ممكن الاسباب هو ممكن وراثية وتكون نسبتها 10%،
اوكي. وممكن تكون لا نتيجه تعرض الى الاشعه، ممكن نتيجه العمل في مناطق معرضه لمواد كيميائيه، ممكن نتيجه التدخين، ممكن نتيجه زياده الوزن، ممكن نتيجه الاكل الغير صحي اللي هو هسه كلش وايد نشوفه، الاكل الغير صحي. اكيد طبعا. نعم. زين دكتوره، اذا ظهرت اول علامات للمرض السرطان، شنو الاجراءات واحد يقوم بها؟ طبعا من علامات ظهور المرض هو ممكن يتغير حجم او شكل الثدي عند المراه، او كذلك ممكن اصلا ظهور احمرار في البشره، تغير لون البشره. اي علامه من هذه ممكن تراجع اي مركز قريب او اقرب مركز لفحص المبكر لسرطان الثدي. وطبعا هاي المراكز كليتها متوفره وصوره الفحص مجانيه متاحه لكل المواطنين، وموجوده منتشره الحمد لله في انحاء قطرنا. اكيد. دكتوره، حدثينا عن الاجهزه الموجوده اللي تساعد بالكشف المبكر على اختلافها. طبعا الأجهزة حسب عمر المريض. أولا لما يكون أكو فحص عام، يعني لما يكون يزور المريض، يزور المركز الصحي، راح يلقي الطبيب المختص بذلك الأورام، فراح يفحصه فحص سريري، نسميه فحص بصورة عامة سريري. بعدها حيوجهه. عادة الفحص قبل ال 35 سنة يكون مجرد سونار للثدي، ونكشف عن وجود هناك ورمة أو كذا، أو فد ورم موجود أو لا. كذلك ممكن اللي بعد ال 35 يسموها الماموغرام أو أشعة الثدي. ممكن بعدها نحتاج إلى الرنين المغناطيسي. طبعا هذا كله راح يكون عن طريق توجه هو للمركز الصحي وللمركز فحص الأورام، وبعدها راح نتخذ الخطوة. أكيد. زين دكتورة، حضرتك قلتي المراكز متوفرة. نعم. يعني المراكز الشعبية موجود بها لا، أكو مراكز تخصص، مراكز تخصصية لفحص الأورام، عادة موجودة في مستشفياتنا وموجودة منتشرة في أنحاء قطر كامل. وكل الوقت هي مجانا تكون كل الوقت مالتها؟ هي مجانا، نعم. وموجودين أخصائيين للفحص، وليس يعني أطباء دوريين أو أطباء يعني. دكتور، أخصائيين الفحص اللي ذكرتيهم، هل هم يساعدون بوضع الخطة العلاجية، أو كيف تتم اختيار الخطة العلاجية الأفضل أو المثلى للمريض؟ نعم بالضبط. طبعا أول ما يصير، طبعا بعد الفحص نحدد هل هنالك اكو ورم. طبعا الفحص هذا كلية سواء الرنين سواء الفحص الماموغرام، هذا يكون حنحدد انه هل هنالك ورمة او لا. بعدها نتخذ الخطوة الثانية اللي هي فحص النسيج، هل هو النسيج حميد او خبيث، وهذا يكون عن طريق الجراحة. طبعا ناخذ سامبل او خزعة من المكان المتورم ونزرعها. والخطة العلاجية راح تكون عن طريق هو بتوجه من الأخصائي، راح يكون فريق متكامل طبي يحتوي على الفريق الطبي على أخصائي أورام، أخصائي أشعة علاجية، أخصائي جراحة عامة، حتى يقومون باتخاذ الإجراء الملازم للمريض. دكتورة، هي تعتبر الخيارات العلاجية للمريض يعني؟ نعم نعم، من ضمنها الخيارات العلاجية. هاي مجرد فحص. الخيارات العلاجية راح تكون خيارات الهرمون، علاجات هرمونية أو علاج إشعاع أو علاج كيميائي. بعد طبعا هذا قبل أو بعد إجراء العملية، يعني في رفع الورمة وبعدها ممكن أو قبلها. يعني هذا الدكتور اللي هو اللي يحددها يعني كيميائي؟ فريق طبي وليس دكتور واحد، فريق طبي متكامل يحتوي على فريق الطبيب أخصائي أورام، طبيب أشعة، وطبيب جراحة عامة. زين دكتورة، هسه حاليا الطب كلنا نعرف تطور. نعم. فالجراحة تدخل نهاية المرض، يعني لا، أول شيء يقومون بالليزر؟ لا يعني أمانة لازم يكون الفريق كله متكامل، يحدد هذا القرار حسب حالة المريض واحتياجه. ممكن الحالة بسيطة جدا، وإحنا لذلك ننصح بالفحص المبكر حتى ما يوصل المرحلة الرابعة من المرض تتفاقم الحالة ويكون يعني العلاج بائس شوية. لكن في حال إنه الكشف المبكر بالعكس، إحنا راح كلش يعني ممكن حتى نسبة الشفاء تكون 99%، وهذا في شيء كلش حلو. دكتورة، تقولين كشف المبكر، شنو نصيحتك للناس للكشف العام يعني؟ نعم، أنا أنصح. هل هو مهم؟ أي كلش مهم، وأنا أنصح كل فتاة. طبعا أنت أساس المجتمع يا أختي ويا أمي ويا كل بناتنا، أنه أنت أساس المجتمع. طبعا فوق ال20 سنة لازم تبدي فحص بيتي منزلي، أنت تسويه فحص دوري، أوكي، كل شهر مرة.
ما قدرتي انت كل سنه راجعي اي اقرب مركز صحي تقدرين خلال بالسنه انه لازم فحص دوري، ولانه احنا ذاك شفناه مبكر انت راح تنقذينا وتصيرين ام. اكيد اكيد ان شاء الله. دكتوره حدثتين عن الشفاء التام اللي يحدث بعد هذا المرض، يعني بعيد عن الكل ان شاء الله، بعد هاي المرحله صار شفاء التام نقول الحمد لله، بعد هاي المرحله شنو تتم اجراءات وقائيه او يعني اجراءات تتخذها هي المريضه احترازيه بعيدا عن تبتعد عن كل الامراض؟ اذا هو تحدد المرض ولما يكون علاجه من فريق طبي متكامل، طبعا اكو هنالك فحوصات خاصه للمتابعه، واكو هنالك لا يعني اشياء متابعه، فلازم هي تقوم بالمتابعه مع الفريق الطبي نفسه بالضبط اللي فريق المسؤول كان عن العلاج. اوكي، وبعدها ممكن اكو فحص يسموه البيتا سكان. البيتا سكان ممكن احنا نقدر من خلاله نعرف المراحل المتقدمه او نقدر نتابع من خلاله المرض. وزين كاجراءات منزليه او كروتين يومي كاسلوب حياه شنو ممكن يتبعوه؟ نعم اسلوب الحياه اهم شيء الابتعاد عن التدخين. ننصح يعني كلش هوايه انه هذا اكل الشوارع الفاست فود هذا كلش يعني كلش مؤذي، صحيح، يؤدي الى زياده الوزن، وزياده الوزن بها مشاكل كلش هوايه بعيدا عن الضغط والسكر الى الامراض الخبيثه ايضا. صحيح. المشكله هسه هذا الاكل الغير الصحي وايد دكتوره، المطاعم تشوفين يعني كثرتها تنتشر هوايه يعني للاسف بصراحة. يعني بغداد مدينه الكتب كانت ومدينه العلم صارت مدينه المطاعم، يعني صرت احنا شعب اكال بصراحه، يعني ممكن يختارون شلون ممكن نختار يعني حتى لو اكلنا برا شنو ممكن افضل نوع اكل صحي يكون؟ نعم اكو مطاعم يعني اكو مطاعم هي مخصصه للاكل الصحي. اوكي، ممكن من خلالها واحد حتى يتجنب هذا الفاست فود وياكله. هسه المشكله انه حتى اللي يطلبون يعني هو قاعد داخل البيت دا يطلب اكل غير صحي. زين دكتوره، اللي تشفى من المرض هل ممكن يرجع لها؟ وشنو الاسباب الوقايه اذا ورا الشفاء مثلا؟ نعم طبعا من النادر انه يرجع، من النادر انه يرجع المرض في حال تعالج بصوره صحيحه، وفي حال تعالج واكتشف بوقت مبكر. لذلك ننصح نرجع ونكرر انه ننصح الكشف المبكر. الكشف المبكر هو اساس الوقايه واساس يعني اللايف سيفنج يعني هو. دكتورة بالنسبة لعودة المرض ذكرنا أو عن الإجراءات المتابعة اللي تتم، هل تم يعني نفس الأجهزة والأشعة اللي تتعرض لها خلال المرض؟ هل هذه الأشعة ما تساهم ممكن أنه تتفاقم الحالة لا سمح الله؟ لا طبعا أكيد لا. هاي الأشعة كليتها أشعة يعني تحرزية وقائية. لذلك ممكن ممكن الماموجرام، الماموجرام بأشعة، لذلك احنا نستخدمها فوق ال 35 سنة. أكيد. بس يعني في شيء بسيط جدا ما يؤذي أبدا، لا ما يؤذي. لذلك هو مهم. وطبعا أنا أنصح كل بناتنا وزوجات يعني أخواتنا أنه يبتعدون عن العلاجات الهرمونية اللي تقطع الإنجاب بدون استشارة الطبيب. طبعا لانه هي كلش ضروريه وكلش اساسيه وتزيد من انتشار المرض وتزيد من وجود هذا المرض. اكيد هو دائما ننصح المتابعين اي حاله ممكن تصير للانسان لا ياخذ الامور ببساطه، لا ياخذ الامور ببساطه ولا ياخذ الادويه بدون استشاره الطبيب، يعني ايا كان. خصوصا الهرمونات يعني استشاره بسيطه لاخصائيه النسائيه هي حتساعدك انه توقف الانجاب بطرق انه اكو وقائيه واكو غير يعني هرمونيه نقدر نستخدمها. زين دكتور، اكو سؤال، هذا المرض وايد نشوفه هاي المده يعني بصراحه يعني اللي اعرفهم هوايه ينصابون للاسف باختلاف انواعه. صحيح طبعا للاسف أنواع. اول شيء تعرض بلدنا العزيز لهواي حروب واشعاعات ومواد كيميائيه. ثانيا الاكل الغير صحي اللي ينتشر بصوره غير يعني، وطبعا احنا ما نلعب رياضه، الشعب كسول ما نلعب رياضه ولا نمارس الرياضه. هسه شوف ابسط الانسان اذا طلع يتمشى او يطلع هذا حي يعني يقلد عليه مع الاسف. صح. هو هذا يعني من اسبابه. التدخين انتشر وفتياتنا مع الاسف وهوايد يدخنون يعني، فهذا للاسف كل عوامل تساعد على هذا الامراض. وطبعا مو بس امراض السرطان الثدي، طبعا كلها امراض السكر والضغط كلها، ودا نشوفها في اعمار مثل الزهور، اعمار يعني صحيح. 25 و30 يعني، وكلها جلطات وضغط، وهذا شيء مؤسف جدا أكيد. يعني للاسف. نصيحتك دكتوره لشاباتنا اكيد باجراء الفحص او توجيه للزيارات الدوريه، ونصيحتك للشباب بصوره عامه باسلوب حياه صحي؟ طبعا اولا
العبوا رياضة، العبوا أول شيء تتغير نفسياتكم وحتحبون الحياة، وبالإضافة لأنه حيقلل من وزنكم. الأكل الغير صحي حاولوا تبتعدون عنه إيش قد ما تقدرون. هاي الفواكه والخضار الله صانعها وحلوة، أكلوها أفضل. أوكي، عصائر طبيعية، ليش تاخذون عصائر كلها مليانة شكر وسكريات وكذا. التدخين 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 ابتعدوا عنه. وطبعا الفحص المبكر، وهي كلها يعني مجانيه، لا تقولين انا ما عندي فلوس ولا تقولين شيء، احنا موفرت اياها بصوره مجانيه تقدرين تراجعين باي وقت. اكيد ان شاء اقرب الله. المراكز الصحيه ان شاء موجودة. الله. شكرا دكتوره، شكراً شكرا جزيلاً طيتينا من وقتك دكتورة. طبعا يا رب نكون على المعلومات قدمنا المهمة. فد معلومه أكيد. بسيطه للناس. اكيد يا رب. طبعا أكيد. نشكر وان شاء الله جهودكم. يكونون بناتنا واخواتنا يسمعون بس لو شيء بسيط ويطبقوه. اكيد ان اكيد شاء ان شاء الله. الله.